يعني ايه يكون قلب صابر؟ صبر على كل حاجة. القلب اللي مليان بالملكوت واللي بيحارب، وقلب الابن والقلب العطشان، قلب صابر لأنه عارف إن ده مش مكانه. أنا لما ياخد حقي هنا هيحصل إيه؟ لما أرد الأذية بأذية هيحصل إيه؟ لما أرد الكلمة بكلمتها هيحصل إيه؟ لما عافر عشان أقول أنا مظلوم هيحصل إيه؟ هيحصل إيه؟ الدنيا هي الدنيا، الحياة هي الحياة، والناس هي الناس، والقلوب هي القلوب. القلب الصابر قلب ممتلك. عارف ازاي؟ يقول لك كده: بصبركم تقتنون انفسكم. يقول لك كده: يثمرون بالصبر. تلاقي حتى الكنيسة من معظم النبوات تحط لك أيوب صبر، صابر، شخص صابر. أنا صبرت قوي لحد ما أنت يا رب سمعتني وسمعت صراخي وفضلت صابر لحد ما قابلتك وقلت لك بسمع الأذن سمعت عنك، أما الآن رأيتك عيناي. ما بقاش فارق معايا حاجة تاني، أنا صبرت لحد ما لقيتك. صابر. خلي قلبك ده صابر. اصبر، 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 مش عشان تاخد حاجة هنا. بصوا يا جماعة، هقولها لكم وبفضل أقولها بقالي كتير قوي من فترة الصوم، يعني هدف يعني الصراحة. ما تعشمش قوي في هنا في الأيام الجاية دي، ما تعشمش أرجوك. ما تعشمش في حاجة، لا في حاجة ولا في حد ولا في فكرة ما تعشمش. اصبر قوي عشان مكانك فوق يتجهز قوي. صدقني، طول ما انت صابر بإيمان وعندك صبر وصدق في قلبك، الصبر ده يخلي حبك لله يزيد. طول ما انا بصبر عمال اقول له انا متمسك بيك، ماسك فيك، فتلاقي الحب جواك بيزيد، فتلاقي كل الحاجات اللي حواليك عمالة تتلاشى، ما بقتش موجودة، ما بقتش ظاهرة. حتى لو لسه موجودة انت مش حاسس بيها، مش حاسس بألمها، مش حاسس بوجعها. ليه؟ لأنك انت عينك بقت بصة لهنا، بصة لفوق. قلب صابر